نمشيو للمونديال الاخير اللي تنظم في قطر، واحد من انجح المونديالات اللي مروا عبر التاريخ، لان تبارك الله الدوله ديال قطر وفر جميع الامكانيات باش ينجح البطوله ديال كاس العالم. والكل كان متخوف قبل البدايه ديال المونديال ان قطر ما غاديش تنجح في هذا المونديال، ولكن الجميل في الامر نجاح المونديال في قطر جمع نجاح ديال المنتخب الوطني المغربي في وصول دور نصف النهائي لاول مره في تاريخ كره القدم العربيه. قطر بالعلامة الكاملة على مستوى التنظيمي، ما ذكر بخصوص المغرب في الموندياليت ينسحب على قطر، وأبعاد كبيرة، أبعاد حتى أقوى بالنسبة لقطر، لأن البلد يعني جهز تلك البطولة منذ 2008 2009. يعني أعرف عن ماذا أتحدث، لأني حتى آنذاك معنا كنت مقيم في ونزلت يعني في منطقة الخليج، وأدرك يعني الاهتمام والبادجت وكل ما أنجز وبرمج لكي يخرج المونديال بتلك الصورة. معناها القطريين يعني عملوا شيء قوي، وهذا ليس بشهادتنا احنا كعرب، قد تكون شهادة مجروحة، هذا بشهادة يعني جماعة فيفا الاتحاد الدولي. علامة كاملة تنظيمية. بالنسبة للجانب الرياضي 4 منتخبات عربية في نوع من الخيبات، في كثير خيبات. كذلك بالنسبة للمنتخب التونسي بين معقفين، رغم أنها مشاركة فيها وعليها فيها جوانب مضيئة وجوانب أخرى يعني سلبية بعدم المرور. المنتخب السعودي مثلا أنه لا ديسيبسيون، خيبة أمل ما بعد الأرجنتين، لأنه الأمان كانت أنهى البطولة ما بعد الأرجنتين، أنهى البطولة يعني بعد هزم ميسي ورفاقه ويعني منتخبات أخرى. ونصل للايتس، يعني اللايتس كما يقال، الإضاءة. والإضاءة جاءت من أسود الأطلس، من المنتخب المغربي الذي ببساطة يعني ملأ الدنيا وشغل الناس. معناها مش كل يوم تلعب دومي فينال، تلعب مربع ذهبي. وعلى فكرة يعني نصف نهائي المغرب في كأس العالم ماهوش انجاز متاع روستر متاع قائمه ب 22 لاعب، او انجاز بونو، حكيمي، بوفال، نصيري. هو انجاز يتجاوز مجرد المستطيل الاخضر. هو انجاز متاع فيدراسيون متاع وزاره الرياضه او القائمين على الشان الرياضي، وانجاز لبلد باكمله. وهذا بيت القصيد في تقديري في علاقة مع ما شاهدناه وما لمسناه من جاهزية للبلد. هو إنجاز متاع يعني مسار كامل. هناك استقرار في المغرب، استقرار سياسي طبعا رغم الحراك، وينجم يكون في انفتاح في تقديري الشخصي، لكن البلد مستقر على عكس يعني بعض الجيران، وهذا واقع لا يجب أن نخجل منه. يعني وهو يعني توصيف وتشخيص. وبالتالي الاستقرار يعطيك يعني مناخ مميز، يخلق الثروة، يعطيك تنمية اقتصادية، ويعطيك في الآخر قطاع رياضي مزدهر ينعكس على المنتخب الأول. هذا هو بيت القصيد. بعدين ابري فما شخصية قيادية نتاع مدرب قريب من الفستير، قريب من اللاعبين، جلب أشياء جديدة على مستوى التعاطي مع النجوم. يعني حكيمي زمن الرقراقي، ليس حكيمي زمن وحيد. وطبعا النموذج الأشهر زياش، يعني زياش بقميص بالجيرزي تبع المروك مع وليد، ماهوش زياش بتاع ما قبل بتاع وحيد. رغم انني يعني لست من انصار انه اوكي سهل جدا الحين يعني انتقاد الفترات السابقه، او حتى انتقاد يعني فتره هاليلوزيتش، لانه كل فتره وظروفها واحكامها. وحتى الانجاز ليس انجاز الرقراقي بمفرده، هو انجاز جماعي. لكن على مستوى العقليه، لا ديناميك التي خلقت في المنتخب، استحقاق كبير جدا لراس لافوكادو. انتم تقولوا هو يسمي حاله راس لافوكادو. طريقة من أجل إبعاد الضغط.
هو اللي درك حقيقي. يستعمل كلمات معناها بالخليج يسوي حركات. يسوي حركات وليد. على اي حال حركاته ناجحه، والافوكادو نتاعو سواء في راسه وكذا. وهو الافوكادو باي ذا واي مفيد يعني كفاكهه مفيده جدا. يبدو هكذا. ثمنها غالي. وثمنها غالي. لا ما يغلى الشيء على ما يغلى الشيء على المغرب.